السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم صوفيا. اليوم إن شاء الله غنحضر شوربة لذيذة وصحية جدا، شوربة الدخن أو إلان. طريقتي مبسطة وسهلة. ولتحضير الشوربة غنحتاجو كاس كبير مملوء بالحليب وما يعادل 250 غرام حليب سائل، كأس شاي إلا ربع دقيق الدخن أو إلان وما يعادل 70 غرام، 600 مليلتر ماء ساخن وما يعادل كأسين كبيرين من الماء ونصف، كأسين ونصف ماء ساخن، ملعقة صغيرة ملح وملعقتي طعام زيت الزيتون. في البداية غناخد إلان دقيق الدخن أو إلان ونضيف له زيت الزيتون وبواسطة ملعقة خشبية ونخلط زيت الزيتون ودقيق الدخن إلى أن يتشرب الدقيق الزيت، ثم أضيف ملعقة صغيرة ملح، نستمر الخلط، ثم أضيف الماء الساخن شيئا فشيئا. دائما أستمر في التحريك حتى نفرغ جميع كمية الماء لأحصل على خليط سائل جدا. ثم أضعه على نار متوسطة في طنجرة على نار متوسطة. لما نقلت الخليط للطنجرة على نار متوسطة تنترك الخليط على النار إلى أن يعقد. بعد ما تيتعقد الخليط تنضيف له الحليب واستمر في التحريك. وبعد مرور 5 دقائق من غليان الخليط تنحصلوا على خليط بهذا القوام، وممكن إضافة الماء في حالة حبيتوا يكون الشوربة سائلة أكثر، ممكن إضافة الماء أو الحليب. تنطفي على النار وفي الأخير تنحصلوا على شوربة لذيذة وصحية، شوربة إلان أو الدخن. نتمنى تجربوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم. مع السلامة.